كتير كنت بحلم أقوم بالرحلة دي مع أقرب الناس لقلبي، والنهاردة الحلم بيتحقق. بعد لحظات هنكون أنا وإنتي يا زوجتي الحبيبة وابنتي الغالية كأبطال لأجمل رحلة يلفها الحب والأمل. هل ممكن تتشابه الأحلام حد التطابق؟ كتير حلمت أنا كمان بالرحلة دي معاك ومع قطعة منك، والنهاردة إحنا مع بعض والبحر في انتظارنا. وبتلك الكلمات الصادقة الحمولة أبحرت السفينة ميري سيليست في سلام. على متنها تلك الأسرة الصغيرة المحبة و7 من البحارة المهرة اللي اعتادوا مواجهة البحر والحياة. كل شيء بدا مثالي، مثالي جدا. الرحلة والمؤن والقلوب التي تسع الجميع بالحب برحابة كرحابة المحيط. لكن البحر لا يمنح وعودا طويلة. فجأة اختفت السفينة لتعود بعد عدة أسابيع للظهور من جديد. أشرعتها مرفوعة، مخازنها ممتلئة، حتى لعب الطفلة الصغيرة كانت كما هي في مكانها. لكن شيء واحد بس اتغير للأبد. إن السفينة ماري سيليست عادت بلا أحد. لا أثر للزوج أو للزوجة أو للابنة الصغيرة أو أي فرد من طاقم السفينة ال7. الجميع اختفى، تلاشى تماما، لتترك السفينة وحدها بلا حياة، جسدا فارغا يطفو فوق الماء. من هنا بدأ اللغز. هل كان الاختفاء لهجوم قراصنة؟ لكن آثار العنف والنهب فين؟ مفيش. هل كان الاختفاء لتمرد داخلي؟ لكن السفينة اتوجدت في حالة شبه مثالية. إذا وجود أثر للصراع؟ مفيش. هل كان الاختفاء لعاصفة هوجاء ابتلعت الأرواح؟ لكن لم تسجل أي عواصف بالحجم ده في الوقت ده. إذا احتمال العاصفة؟ مفيش. كل شيء على متن ميري سيليست كان بيصرخ بالحياة إلا الحياة نفسها. مرت أكتر من 150 سنة والبحر مازال محتفظ بالسر. حكايات تروى، نظريات تكتب، لكن الحقيقة إن السفينة وصلت لبر الأمان. أما من كانوا على متنها فقد ابتلعهم الغموض للأبد. قصة اختفاء ركاب السفينة ميري سيليست قصة غريبة جدا، ولكنها حدثت بالفعل.